يا جماعة جيت أنا وعلبة الموية حقي اللي ما أفارقها، أحبها مرة كثير ودائما معاي في كل مكان. جينا على غرفتي وحابة أقول لكم سر اللمعة اللي في البشرة والمنتج اللي استخدمته وسوالي هذه اللمعة. هذا المنتج مرة مشهور، مرة كان عليه ريفيوز كثير وكثير سووا عليه مقاطع في التيك توك كثير مرة وانتشر، وحتى أفتكر إنه كان سولد أوت، يعني كل ما تروح السيفورا تدور على هذا المنتج ما تلاقوه. المهم بعدين قلت خلاص خليه ما حشتريه، خليه لما يهدى الترند راح اجيبه، ورحت جبته واستخدمته. صار لي 3 يمكن 4 ايام كذا من يوم ما اشتريت الثلاجه، حطيته جوه الثلاجه وقعدت استخدمه، ومره لاحظت انه يعطي لمعه خياليه للبشره. هو اصلا اسمه جلو ريسيبي اللي هو وصفه النضاره او اللمعه، بحوريكم اياه اكيد الحين عرفتوه. هذا يا جماعه هو السر. بسم الله الرحمن الرحيم، لا ينكسر شيء. هذا هو السر، وينه؟ هذا أول سر Glow Recipe، وهذا السر الثاني وما في غيره. طبعا في هذا بس لسه أنا ما جربته يعني بكل أمانة، اللي هو هالورونيك كريم، بس لسه ما جربته. بس هذول الاثنين من جد يعطوا لمعة مرة حلوة. طبعا أنا جايبة السيروم أوكي، وجايبة معاه المست اللي هو بالبطيخ، وهذا المست يعطي لمعة مرة جميلة ويعطي نضارة. مو بس أنا، حتى ميمي أمس لما جربته، وكثير منكم قالوا لي بعد ما استخدمت الماسك وكذا صار عندك لمعة. أمس لما سوينا روتين مساء أنا وميمي بخينا بعد الماسك هذا البخاخ، ولاحظنا لمعة مرة حلوة على بشرتنا. حتى قلت ميمي بشرتك تلمع، وتقولي بشرتك تلمع، فعبالنا إنه من الماسك وكذا. بس بعدين اليوم لما قعدت أفكر افتكرت إنه بخينا من هذا البخاخ، وقلت هو هذا السبب. من جد من جد يعني شايفين مكتوب جلو ريسبي، حتى ممكن في التيك توك تكتبوا جلو ريسبي وحتشوفوا كيف الناس قبل وبعد. مرة المنتجين جبارة، يعني اللي أحد يحب اللمعة وكذا البشرة تبين فيها لمعة مرة حلوة يجيب هذول المنتجين. هذا لسه ما جربته بس أتوقع كمان إنه كويس. أوكي يا جماعة خلونا نحط السيروم عشان أوريكم. كيف حتصير اللمعة الجميلة. بعد كذا نستنى عليه شوية لين تتشرب البشرة، على طول كذا تحسوا البشرة تتشرب، يعني هو مرة خفيف. بعد كذا نجيب الميست نرجه ونبخه. أحلى شيء لما يكون بارد، تحسوا منعش مرة حلو. كمان نستنى عليه لين البشرة تمتصه، وحتشوفوا كيف البشرة تكون فيها لمعة مرة حلوة. شوفوا يا جماعة اللمعة، شايفين هنا الخد؟ على فكرة ترى نشف، استنيته كذا يمكن 5 دقايق على بال ما ينشف. شوفوا الجبهة هنا لمعة مرة حلوة، يمكن كمان ما يبين هنا كثير بس في الواقع يبين أكثر. مرة اللمعة جميلة. فهذا هو السر. أنا صراحة لما أخذته ما توقعته كذا جبار. أنا صراحة أحب كمان المنتجات اللي تعطي لمعة للبشرة، فلما قعدت أشوف التيك توك أقول لها شكله كذب، شكله بتعرفوا الإعلانات وشكلهم إنه ما يسوي شيء، أو يمكن يعطي لمعة بنفس اللحظة ويروح. بس لا، يعطي لمعة، يعني مو إنه طول اليوم تقعد معاكم اللمعة بس. واو مرة حبيت، يجنن. قاعدة أشوف شكلي في المراية، تعرفوا لما تسووا فيشل وتطلع من الفيشل يكون فنان وتحسوا بشرتكم كذا نظيف وتلق، هذا نفس الشيء. حتى في يعني أنا قلت لكم استخدمته قبل 3 أيام يمكن، وفي كذا بعض البنات قاعدين يقولوا لي واو بشرتك قاعد تلمع، إيش قاعد تسوي، إيش سر لمعة البشرة وكذا. فأنا ما أدري، قلت يمكن بسبب عناية، يمكن بسبب روتين، يمكن بسبب. بعدين لما قعدت كذا أجمع الأفكار وقل من يوم ما اشتريت الثلاجة وفي شيء تغير. بعدين افتكرت اني قاعدة اسوي هذه المنتجات ومن جد واو. طبعا هذا مو اعلان ولا يعرفوني ولا اعرفهم ولا شيء،
كتجربة شخصية أنا عن نفسي مرة ناسبني، وأنا يعني من الناس اللي يحبوا كذا اللمعة في البشرة. في ناس ما تعجبهم، يحسوه كذا زي المزيت وكذا، أنا بالعكس يعجبني لما يكون في لمعة في الوجه، أحس الصح يعني. فبس والله، المهم يا جماعة حروح الحين كي اسوي لي موفي نايت انا وعبد الرحمن، وقاعد تفرجنا موفي. ميم اليوم كذا ما لها خلق تسوي شيء، قاعدة على الجوال وكذا، فقلنا خلاص نخليها براحتها. فبس والله أحبكم كثير، تصبحوا على خير، وبكرة راح نشوف الريفيل للتيشيرتات اللي سويناها، إن شاء الله تطلع حلوة.